أهلا بيكم في أول سلسلة عربية متخصصة في تاريخ التحليل المالي على يوتيوب. في السلسلة ديت هنتكلم عن قصص النسب المالية الفاينانشال ريشوز، النظريات اللي أسست علم التمويل وأشهر العلماء اللي غيروا شكل الاستثمار. الهدف مش بس نشرح المفاهيم، لكن كمان نفهم أصلها وتاريخها اتولدت إزاي وليه لسه عايشة لحد النهاردة، وده علشان أي محلل مالي يقدر يستخدمها في شغله بوعي أكبر. وقبل ما نبدأ يا ريت تدعم القناة بلايك واشتراك، وما تنساش تفعل الجرس علشان توصلك فيديوهات التحليل المالي الجديدة أول بأول. وطبعا لو عندك أي سؤال اكتبه في تعليق، وفي الوصف هتلاقي هدية عملية مني ليك. هل حابب تدخل عالم التحليل المالي؟ خلينا أساعدك تبدأ. في كورس النمذجة المالية هتتعلم ازاي تبني نماذج مالية خطوة بخطوة باستخدام اكسل. هتبدأ من الأساسيات حرفيا لحد ما تبني نماذج معقدة زي الام ان اي والال بي او والدي سي اف وغيرهم. الكورس ده مش مجرد مشاهدة فيديوهات، ده تطبيق عملي هتقدر من خلاله تستخدم المهارات دي في الكوربريت فاينانس او البنوك الاستثماريه وكمان اداره المحافظ. وطبعا مع الكورس في تمارين تطبيقيه ونماذج اكسل جاهزه، وده علشان تقدر تبدا وتطبق بنفسك. ولو لسه متردد عندك ضمان استرداد كامل بعد اول 6 محاضرات، فتقدر تجرب الكورس بدون مخاطره. نرجع بقى الفيديو النهارده. تخيل انك محلل مالي في الستينات، قدامك شركات كتير وكل واحدة بتقول انها قوية وهتكمل. السؤال ازاي تعرف بدري مين هيفلس قبل ما يقع؟ في سنة 1968 ادوارد التمان استاذ في جامعة نيويورك قرر يجاوب على السؤال ده بالارقام مش بالانطباعات. التمان خد بيانات مالية لشركات كتير، ارباح، اصول، ديون، مبيعات، وجرب يربط ما بينهم بمعادلة رياضية. النتيجة كانت نموذج اسمه زد سكور، رقم بيطلع من شوية نسب مالية يحدد لك إذا كانت الشركة آمنة سيف ولا في منطقة رمادية جراي زون أو معرضة للإفلاس ديستريس زون. ببساطة لو زد سكور نازل تحت مستوى معين يبقى في خطر كبير إن الشركة تفلس. النموذج اتجرب واتأكدت صحته بشكل كبير، ومن وقتها البنوك ووكالات التصنيف وكمان المحللين بقوا يستخدموه كإنذار مبكر لأي شركة ممكن تقع. ولحد النهارده رغم مرور أكتر من 50 سنة إلا إن الزد سكور لسه أداة أساسية في تقييم مخاطر الشركات. اللي عمله إدوارد ألتمان كان أشبه بجرس إنذار قبل ما الشركة تقع وتنهار. النموذج بتاعه بيديك الإشارة، وفي عالم الاستثمار إنك تعرف الخطر قبل ما يحصل ممكن يكون الفرق ما بين إنقاذ الفلوس أو خسارتها.